يعني احنا لبسنا فصول بتاع حيطه واحنا تلاته عاملين فوق بعضينا. والمكنه ايه نظام؟ كانت متدشمله. كليه ايه؟ اثار. بطولاتك بقى عن سواقه المكن، العربيات، العجل. هو والله كان في موقف عن العربيات يعني. كان في حد صاحبي وحبيبي يعني عز عليا. كنت انا بعلمه كسواقه. فهو المفروض ان احنا واقفين في طريق كده تمام على الجسر، فهو هيكسر شمال، اول ما يكسر شمال فيبتدي يعدل. هو كمنه لسه جديد وكده، فهو حصل له رهبه، طلع بالموقف ده ان هو كسر ما عدلش. فضل مزود بنزين لان وش العربيه كان فوق الكابوت بتاع الراجل. لا حول الله بعدك شب، ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت ليك، لحظة أبكي. تخيل هو بقى راجل كبير ونزل بقى يزعق، وكان في حكومه معديه وهاتوا لي حقي وانا. طب هي ايه ردة فعل اللي كان سايق اللي هو رد فعل سايق ان هو ما عملش حاجه وسط الليله دي كلها ولسه رجليه على البنزين حتى بعد ما طلع؟ هو مخضوض. طياره كتير ولا هو مخضوض بقى. طيب وانت ردة فعلك ايه؟ ما انا بقى يعني حاولت افوقه، اضربه على ايده بتاع، اشده من البتاع، والحمد لله خلصت على كده يعني. والاهم حاجه ان الراجل نزل من التاكسي، وغير كده احنا كنا زماننا جوه معاه في الكابينه. انت عارف انا جه في بالي ايه؟ شفت لما كان الليمبي سايقين على العجله ولا الموتوسيكل، لما كانوا يمين طب يمين طب شمال كده، مأجرين مره مكنه وبتاع كده، لسه صغيرين في اعداد ولا حاجه. مكنه مش بتاعتكم؟ لا مش بتاعتنا، يمكن هو لسه لحد دلوقتي ما يعرفش حاجه عن الموقف ده اصلا. عرف دلوقتي. كنا احنا نازلين من شارع، الشارع ده طويل وفي وشنا مدرسه زي كده، مدرسه، فاحنا ماشيين واللي معانا دايس بنزين جامد، عاملين ندوس فرامل بس هو اللي داس بنزين في الموتوسيكل هو لا بنزين في العربيه؟ لا ده واحد تاني. بس قريبك ولا صاحبك؟ لا ده صاحبي. طب بتصاحب الناس اللي بتدوس بنزين قوي. وده اللي حصل. احنا الثلاثه خلاص، احنا الثلاثه عمالين بنضحك على المكنه ومفيش حد فينا عارف يوقفها خالص. لحد ما انتهى بينا المطاف ان احنا راكبين فوق بعضينا، يعني احنا لبسنا فصول بتاع حيطه واحنا الثلاثه عاملين فوق بعضينا. والمكنه ايه نظام؟ كانت متدشمله. والراجل اللي مأجرين منه رحنا له بقى بواحد، جبنا واحد كان قريبنا وكده، قال له المكنه دي كانت راكنه عند بيتي وانا رجعت عليها بالعربيه، وانت شوف انت عايز ايه بقى مني، الناس ما عملتش حاجه. قال له خلاص انا مش عايز حاجه وعوضي على الله. بس ما يجيش يجيبوا مني مكن تاني. منكم فلوس ولا شباشب ولا الكلام؟ لا مفيش الكلام ده، ما رضيش والله يعني. اللي هو الراجل الكبير ده كان زمان واخد الشباشب فعلا. بس انا ساعتها كنا محضرين وعاملين الشباشب في ايدينا. واول ما الراجل ما خدش الشباشب راح داخلين الجامع بعد صلاه بقى مش عايز اقول لك.